صباح الخير أعزائي المتابعين، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. أكلتنا اليوم من الأكلات العراقية المشهورة اللي هي الدولمة. المكونات: سلق، فيك تستخدمي ورق العنب إذا تحبين أيضا طيب، بس أنا أشوفه بالسلق تكون أطيب. عندنا الرز واللحمة خلي تكون مدهنة. أما بالنسبة للبهارات اللي راح أستخدم اللي هو الكاري والفلفل والملح. بالنسبة للحشو عندنا باذنجان، قرع، فلفل، بصل، طماطة، بطاطا. راح يقول كثير يجوز تستغربون انه بطاطا كيف بيصير، طعمتها كثير طيبة كمان. وعندنا ايضا ثوم. هذه الاشياء اللي بعد ما نقيم الاشياء اللي داخل الباذنجان والقرع ما تكبيها، تخليها على جنب وتثرميها مع الثوم وتكون كحشوة، تخليها تضيفيها مع الرز واللحم. الآن قطعنا الباذنجان والقرع والفليفلة والبطاطا مثل ما تشوفون بهذا الشكل. راح نقيم هذا اللي بداخله مثل ما حكيت، ما تكبوه، راح نثرمه هون ونخليه بالصحن ونخلطه مع الحشو الرز واللحم. وطبعا هون الثوم أيضا، هون خليت تقريبا 5 قطع ثوم وطماطة راح أثرم طماطة إلى طماطين داخل الحشو أيضا، ووحدة أو اثنين راح أيضا أخليها هون للحشو. أما بالنسبة للبصل راح أقشرها وأفتحها من جهة واحدة وأخليها بماء ساخن حتى سهل علي تطلع الأشياء مال قشور البصل بسهولة تطلع عندي. طبعا أنت حسب الكمية اللي أنت تريدين البصل أكثر أقل، أنت حسب ما تحبين. مثل ما تلاحظون قمنا اللي داخل الباذنجان والقرع والبطاطا. عندنا هاي البصلة من خليناها بالماء السخن بسرعة طلعت قشور البصل. طبعا هون راح أثرم الثوم والبصل، وهذا اللي طلعناه من داخل الباذنجان والقرع والبطاطا أثرمه ناعم مع الطماطم حتى نعمل نخلطها مع الرز واللحم. مثل ما تلاحظون ثرمت كل الكمية اللي كانت موجودة عندي من البطاطا والقرع والباذنجان والبصل والطماطة والثوم. طبعا هون السلق غسلته كثير مليح وراح أخلي عليه مي سخن مشان تجي باللف بشكل أسهل. طبعا هون بأسفل الطنجرة راح أخلي شرايح بطاطا مثل ما تلاحظون، خليت هون شرائح بطاطا وخليت زبد. طبعا هذا اختياري، إذا تحبين خلي، ما تحبين ما تخلي، بس تطلع طعمتها طيبة كثير. طبعا مثل ما حكيت السلق هون عملته بالماء مغلي مشان باللف يكون سهل. الآن راح نخلط المكونات مع بعض. طبعا الرز غسلته كثير مليح، راح أخلط المكونات مع بعض بهاي الطريقة. طبعا اللحمة أيضا، وأخلي عليها البهارات مثل ما حكيت، الفلفل الأسود والملح والكاري. طبعا هون الفلفل والكاري أنت حسب ما تحبين، تحبيها بيها طعم حار كثير فيك تزودي الكمية، ما تحبين أنت هذا حسب رغبتك. طبعا راح نخلي اللحم أيضا. مثل ما تلاحظون هاي خلطت المكونات كلها مع بعض. طبعا اللحمة انت حسب ما تحبين لحمتها كثيرة تحطين اكثر، تحبين اقل تحطين اقل. انا هون اخذت معي تقريبا اكثر من نصف الكيس. الان راح ابدي بعملية لف. اول شيء طبعا اول طبقة راح اخلي السلق. طبعا هون خليت ملح ايضا في اسفل الطنجرة، وهون خليت البهارات والملح والفلفل والكاري. راح نبدي نحشي السلق مثل ما تلاحظون بهاي الطريقة. تلفينا، شوفوا اللي غليناها بالماء الحار فيصبح اللف كثير سهل. لاحظوا هذه الحالة كمان. مثل ما تلاحظون هذه كل كمية السلق، شوف ما أحلاها. وراح نكمل إن شاء الله بقية المكونات نعمل لها حشو. هذا الشكل النهائي بعد ما حشيت كل الكمية.
الآن شعلنا النار تحت الطنجرة، وطبعا عملت مي مغلي، وراح نضيف بقية الأشياء اللي هي الملح والليمون، عصير الليمون وعصير الطماطم. أنا لأن بالخلطة ما خليت معجون، فالآن فيك يعني عادي تخلين إما مع الخليط أو الآن نفس الشيء. إذا تحبيها يعني حمرة كثير فيك تضيفين بعد أكثر. هذا الليمون عصير، هذه هون أخذت معي ليمونتين ونص. إذا تحبيها حمضة زيادة فيك تزودي أكثر. وهذا الماء، طبعا الماء حسب الرز، في رز يحب ماء كثير، في رز ما يحب ماء كثير. أنا ما يعني بحيث ما تغمر المكونات كاملة، ونتركها على النار. طبعا النار تكون نار صغيرة مو كثير قوية حتى تستوي على راحتها. الآن بدأت تغلي، شوفوا ما شاء الله ريحتها طلعت يا تجنن. أتركها إلى أن تنشف ميتها تماما، مثل ما حكيت نار صغيرة مو نار كبيرة مشان ما تحترق، حتى بتستوي على راحتها. هذا الشكل النهائي للدولمة، شوفوا ما شاء الله. خلينا نذوق. طعمتها بتجنن كثير طيبة. إذا حبيتوا أكلات ووصفاتي يا ريت تدعموا القناة وفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم في أكلات قادمة إن شاء الله. سلام.